السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده هنعمل مربى ميكس كده ما بين البرتقال والجزر، وهقول لكم ازاي تحتفظوا بيها لمده سنه كامله من غير ما تغير لونها ولا طعمها. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل فيديو جديد من مطبخي، مطبخ اميره ومروه. اول حاجه هنسمي الله. معايا هنا برتقال بسره وجزر، غسلتهم كويس جدا وصفيتهم ونشفتهم تماما من الميه. هبدا اقشر الجزر. انا هعمل النهارده المربى بكيلو برتقان وكيلو جزر، وهوزنهم بعد ما اقشرهم. طبعا كلنا عارفين ان الجزر والبرتقان دلوقتي مال السوق، فنحاول نستغل فصل الشتاء ونعمل اكبر كميه من المربى. علشان المربى في المحلات بقت غاليه جدا، احنا هنعملها في البيت بطريقه مضمونه ومن غير مواد حافظه، وطبعا هيكون اوفر بكتير من المربى اللي في المحلات، واللي احلى من كده هتكون متوفره عندك في البيت طول الوقت. بعد ما قشرت الجزر هوزنه. تمام. وده كيلو جزر صافي بعد ما قشرته. يلا بقى نبشره. جبت الكبه وحطيت سلاح البشر وهبدا ابشر الجزر. ممكن تبشريه ببشره البصل، مفيش اي مشكله خالص، بس اهم حاجه ما يكونش ريحتها بصل. تمام. الموضوع سهل جدا اهو زي ما انتم شايفين. حلو قوي كده. خلاص بشرنا الجزر. على طول بقى هنزل بيه في الطاسه. اهم حاجه الطاسه تكون نظيفه وناشفه تماما، ما فيهاش ولا نقطه ميه. وبعد كده هضيف عليه 800 جرام سكر، يعني كيلو الا 200 جرام سكر. تمام. وهقلبهم كويس جدا مع بعض. انا عامله كيلو جزر وكيلو برتقال، المفروض اضيف عليهم كيلو سكر، لكن انا ضفت 800 جرام سكر وكان سكرها مظبوط جدا. هقلب السكر مع الجزر كويس جدا وهسيبهم لمده ساعتين لحد الجزر ما ينزل ميته، وممكن نسيبهم ليله كامله. تمام. هبدا اقشر البرتقال. طبعا كلنا عارفين فوائد الجزر والبرتقال، فيهم نسبه فيتامينات عاليه جدا. يعني المربى النهارده مش طعمها حلو بس، لكن مغذيه وفيها نسبه فيتامينات عاليه جدا، واللي احلى من كده صحيه وما فيهاش مواد حافظه. تمام. ولازم طبعا نشيل القشره البيضه دي علشان ما تمررش معانا في المربى. وبعد كده هنوزن البرتقال. وده كيلو برتقال صافي بعد ما قشرته. هبدا اقطع البرتقال مكعبات علشان هفرمه في الكبه. لازم نستخدم في المربى النهارده برتقال بسره علشان بيكون فيه نسبه اللحم اكتر وما فيهوش بذر، لكن البرتقال البلدي بيكون فيه ميه كتير وفيه بذر. تمام. فيفضل نستخدم برتقال بسره، هيدينا نتيجه كويسه في الاخر. تمام. خلاص قطعت البرتقال مكعبات، هحطه في الكبه وهفرمه. لو مش متاح كبه مفيش مشكله خالص، هتقطعيه ناعم جدا بالسكينه. تمام. جربوها بنفس الطريقه ان شاء الله هتعجبكم جدا، وسهله جدا زي ما انتم شايفين وما بتاخدش مننا وقت خالص. وان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل مربى من الفراوله، وفي موسم المانجا نعمل مربى من المانجا ان شاء الله. تمام. خلاص فرمنا البرتقال. حلو قوي كده. يلا بقى نشوف الجزر. شايفين الجزر نزل ميته، انا ما ضفتش عليه ولا نقطه ميه، الميه دي كلها نزلت من الجزر. مجرد ما نضيف السكر على الجزر بينزل كل الميه دي. تمام. وده البرتقال بعد ما فرمته هضيفه على الجزر وهقلبهم كويس جدا مع بعض. عايزه اقول لكم ريحه البرتقال مع الجزر تحفه، حاجه كده تفتح النفس. وبعد كده هعصر ليمونه حجمها متوسط كده زي ما انتم شايفين. بس كده، مش هنضيف اي حاجه تاني على المربى. هقلب بقى الجزر مع البرتقال مع الليمون كويس جدا، وعلى طول هرفعهم على النار. اول ما تبدا تغلي زي ما انتم شايفين هقلبها كويس وهغطيها وهسيبها على نار هاديه جدا لحد ما تستوي. تمام. حلو قوي كده. وده بعد ما عدى عليها ساعه على نار هاديه هقلبها كويس جدا وهغطيها وهسيبها تكمل سوا. تمام. ولازم نفضل متابعينها ونقلبها كل شويه. وده بعد ما عدى عليها ساعتين ونص على نار هاديه، خلاص استوت وبقت جاهزه معايا. هقلبها تقليبه سريعه وعلى طول هرفعها من على النار وهسيبها لحد ما تبرد تماما. ودلوقتي بعد ما المربى بردت تماما، لو انتوا بتحبوا المربى قطع هتعبوها في البرطمانات زي ما هي كده، لكن لو عايزينها تكون كريمي علشان السندوتشات هتضربوها في الخلاط زي ما انا عملت كده. تمام. وممكن كمان في الخطوه دي تستخدموا الهاند بلندر بدل الخلاط. تمام. بعد ما ضربتها في الخلاط شايفين قوامها كريمي وطعمها وريحتها تحفه. هرجع تاني احطها في نفس الطاسه من غير ما اغسلها، وهسيبها على النار تغلي لمده ربع ساعه بعد ما ضربتها في الخلاط. وبعد كده هرفعها من على النار وهسيبها لحد ما تبرد تماما. ودلوقتي بعد ما المربى بردت تماما هبدا اعبيها في البرطمانات، والبرطمانات لازم تكون مغسوله كويس جدا وناشفه تماما، ما فيهاش ولا نقطه ميه ومتعقمه كمان. هقول لكم ازاي بنعقم البرطمانات.
بنشغل فرن البوتاجاز لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنطفيه وندخل البرطمانات على الشبكة من غير الغطيان تاخد سخونة الفرن، وبكده تكون اتعقمت معانا. تمام. هقول لكم على افضل طريقة نحفظ بيها المربى لمدة سنة كاملة. بعد ما عبيت المربى في البرطمانات كده هدخلها الفريزر على طول، ولما ناخد من البرطمان ناخد منه معلقة نظيفة وناشفة، ونرجع البرطمان الفريزر في نفس اللحظة، وبكده تفضل عندك سنة كاملة زي الفل. طبعا ما ينفعش نعمل مربى من غير ما نعمل منها احلى سندوتشات مربى بالزبدة البلدي. جربتوا تعملوا سندوتشات مربى بالزبدة البلدي قبل كده؟ الزبدة دي انا عملتها من القشطة اللي على وش اللبن. عملت لكم قبل كده فيديو عن الزبدة البلدي موجود عندكم على القناة بكل تفاصيله، ادخلوا شوفوه. جربوا بقى تعملوا سندوتشات مربى بالزبدة البلدي بأي نوع مربى انتوا بتحبوه، وممكن كمان تعملوا السندوتشات دي للولاد ياخدوها معاهم المدرسة، هتبقى وجبة لذيذة ومغذية جدا كمان. جربوا بقى تعملوا المربى بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم فيها، وخاصة سندوتشات المربى اللي بالزبدة البلدي. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل حبايبكم، واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل فيديو جديد من مطبخي، مطبخ أميرة ومروة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.